ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله بوكسات هتعجبكم قوي. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في بولة العجان 3 بيضات وعليهم ربع كوبايه ميه او تلت كوبايه ميه لو الكوبايه بتاعتك صغيره، و275 جرام دقيق سبونج، ومعلقه صغيره مليانه محسن جل. وطبعا بحط فانيليا عشان البيض. انا بستعمل فانيليا سايله، بتكون حلوه قوي وبتقضي تماما على ريحه البيض، بتدي ريحه حلوه قوي. لو عايزه تحطي برضو فانيليا بودره مفيش مشكله خالص. بضرب المكونات مع بعض لمده 6 دقايق، وبعد كده بحطها في صينيه مقاس 16، معليه الجوانب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه منها اكتر من 6 طبقات علشان هعمل قباط، فبدل ما اعمل سيجان مخصوص للقباط يعني وكده، او اعمل لها حاجه مخصوص، انا محتاجه عدد قليل جدا من القباط. فعلشان كده هاخدهم من الطبقات بتاعة الكيك. عملت الكيكة الشوكولاتة بنفس الطريقة بالظبط، لكن الدقيق حطيت 250 جرام دقيق سبونج، وحطيت 25 جرام كاكاو اسباني منخول. اهم حاجة انك تنخلي الكاكاو كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات جوه الكيك ويبان معاكي. وحطيتها برضو في صينية مقاس 16، معلية الجوانب زي ما انتوا شايفين كده علشان تاخد راحتها وما تفرش في الفرن. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بياخدوا في الفرن حوالي من 35 ل 38 دقيقة. بطلعهم بقى بسيبهم يبردوا خالص، وبعد كده ببدأ اشتغل فيهم. هشيل ورق الزبدة وبعد كده اقشر الجزء اللي فوق ده، الجناب لو فيها اي حاجة برضو كده محمرة شوية بتتشال. وهشيل برضو الجزء اللي تحت اللي هو فيه ورقة الزبدة، وهبدأ اقطع بالمنشار. عاملة المنشار بتاعي على 9. المقدار ده هيطلع معايا حوالي 8 طبقات، بس منهم طبقة رفيعة قوي، ومش مشكلة خالص لان هعمل قبات زي ما قلتلكوا. ومحتاجة هنا 6 طبقات بس علشان كل تورتاية هعملها ب3 طبقات. كده تمام. عندي الكريمة بقى. الكريمة اللي هحشي بيها تورتتين بتكون كوباية من الكريم شانتيه. بستخدم ريتش المتحدة والسبونش قبل ما انسى يعني، علشان دايما بتسألوا نوع السبونش ايه. السبونش دريم نوع حلو جدا وبيعلى، يعني ممكن لو بتستخدمي نوع تاني مش هيطلع لك عدد الطبقات ده خالص. ممكن تطلع 6 طبقات كده او حاجة يعني، لكن مش هتطلع اكتر من كده. انا جربت انواع كتير، ودريم هو الوحيد اللي بيعلى بالشكل ده. الكريمة بقى معانا كوباية كريمة، عليها كوبايتين مية ساقعة متلجة، وربع كوباية سكر او تلت كوباية سكر لو انت مش هتحطي صوصات او حاجة تانية تسكر الكريمة معاكي. فالسكر طبعا انت تظبطيه كده. وهنحط عليهم كمان شوية من الكريمة اللباني ومعلقتين باستري. الطبقات بقى بحشيهم واحدة صوص فراولة أو جيلو فراولة، والطبقة التانية قطع مانجا وبغطيها كويس بالكريمة علشان الطبقة بتاعة الكيك تلزق عليها وما تتزحلقش. حتى لو طرت ميني أو حتى لو طرت عروض، لازم تطلع بالظبط زي شغلك اللي بتشتغليه للطرط الكبيرة، علشان هي دي اللي بتجيب لك اصلا التورت الكبيرة. يعني دي بتخلي فئة كبيرة كده من الناس تدوق الشغل بتاعك ويعجبه، وبعد كده تختار التورت الكبيرة اللي هي بقى الأعياد الميلاد والحفلات وكده، بياخدوا هم مطمنين. اما بيلاقوا حاجة بقى صغيرة كده ياخدوا يجربوا فيها ويكون سعرها حلو، وبعد كده تعجبهم الحاجة ويرجعوا يطلبوا التورت المقاس الكبير. يعني بتعتبر دعاية حلوة قوي ليكي، علشان جزء كبير من الناس بيدوقوا الحاجة بتاعتك. فعلشان كده لازم تظبطيها كأنك عاملاها بالظبط تورتة كبيرة بنفس الخامات بتاعتها. تمام. هحط بقى طبقة من الكريمة، زي ما احنا متعودين نلم بيها الفرافيت ونظبط الدنيا، وبعد كده بحط طبقة تانية علشان تظبط الشكل الخارجي. بسحب اي كريمة زايدة، ما بنحبش طبعا نحط كريمة كتير، علشان انا واحدة من الناس ما بحبش التورتة كده تبقى كلها كريمة وطعم الكيك مش باين. فاي حاجة زيادة هنشيلها كده بالسكرابر علشان الدنيا تبقى تمام وطعم التورتة معانا يبقى كويس. الويسك كان سلك منه اتقطع وبعته علشان يتلحم. وبعد كده يعني جابوهولي الولاد وانا بشتغل، فحطوه على السفرة جنبي وانا بشتغل. عايزة اقول لكم ان سعره لوحده دلوقتي معدي ال1000 جنيه. يعني مش دلوقتي، ده هو من سنتين تقريبا كان معدي ال1000 جنيه. دلوقتي الله اعلم ممكن الاقيه بكام، او ممكن الاقيه اصلا ولا لا. المشكلة قطع غيار كينود مش عارفة قليلة جدا. لو حد يعرف بقى سعره كام دلوقتي او قطع غيار وكده يبقى يعرفني. هنعمل دلوقتي الكريمة.
الشوكولاتة حطيت كوباية من الكريمة، وهاحط عليها كوبايتين إلا ربع مَيّة ساقعة متلجة، علشان لسه هاحط الجناش، والجناش بيخلّي الكريمة يعني تسيب شوية، فمش هاحط كوبايتين مَيّة، هاحط كوبايتين إلا ربع. وباحط معلقة سكر واحدة بس علشان أنا لسه هاحط الشوكولاتة، فالشوكولاتة طبعًا مسكرة. باستخدم هنا شوكولاتة اللي هي الدارك علشان ما تبقاش مسكرة أوي، وعلشان في نفس الوقت تبقى غامقة وتغمق الجناش ويكون لونه حلو معايا. الكوباية الكريمة باحط لها 200 جرام شوكولاتة، باسيّحهم مع 100 جرام مَيّة، باكون مقطعة الشوكولاتة قطع صغيرة خالص، واحطها في المَيّة بعد ما تغلي واقلبهم، ما باحطش عليهم أي حاجة تانية، باسيبها تبرد وبعد كده باحطها على الكريمة بتاعتي. هنجهّز بقى الكيكة التانية، برضه نفس المقاس 16 اللي عملناه مع بعض، وهاقطّعها برضه بالمنشار على 9، هتطلّع معايا برضه 8 طبقات عشان آخُد منها للكبّات. دول 6 أهم، وفي طبقتين كمان، طبقة كويسة والطبقة التانية رفيّعة، فمش مشكلة طبعًا مش هيبانوا في الكبّات خالص. هاسقيها برضه بنفس الطريقة، ونبدأ نحشي بقى بالموس بتاعنا اللي عملناه مع بعض. هاحط طبقة من النوتيلا، النوتيلا دي باكون مخففاها بمعلقة زيت علشان بس بعد كده لمّا تدخل التلاجة وقت التقطيع ما تكونش جامدة كده. الكيكة معاكِ لو لقيتيها مش ناشفة ما تسقيش كتير علشان ما تعجنش منِّك، يعني وأنتِ بتسقي كده تضبّطي الدنيا، لقيتِ الكيكة طرية معاكِ ما تديهاش شربات كتير علشان ما تعجنش، لو لقيتيها ناشفة شوية زوّدي شوية وأنتِ بتسقي علشان لمّا تقعد في التلاجة كام ساعة تشرب كده من بعضها وتبقى حلوة. حطيت في الطبقة التانية مربى حليب مع مكسرات، وبعد كده باحط الطبقة التالتة وباسقيها برضه، وباغطيها بالكريمة زي التورتة الأولانية بالضبط. أنا عملت في العرض ده 4 تورت، 2 فانيليا و2 شوكولاتة، لكن بصراحة أنا بعد كده قُلت هاعمل التورت كلّها شوكولاتة على الجروب، لإن أكتر حاجة بييجي أسئلة عليها، يعني ممكن من بين 5، 6 مثلًا يسألوا على تورتة شوكولاتة وتكون خلصت، وييجي حد بقى بين ال5 و6 دول يطلب واحدة فانيليا، فأنا مش هاعمل الفانيليا بعد كده غير بالطلب، وأعمل بقية التورت شوكولاتة كلّها. حتى تورت الشوكولاتة لو قعدت في التلاجة يوم و2 مش بيحصل لها أي حاجة ومش بتخافي عليها، حتى لو قعدت أسبوع عندِك، أهم حاجة تكون في علبتها ما تنشفش ولا يحصل لها أي حاجة، لكن التورتة الكريمة بتخافي علشان فيها قطع المانجا، لكن لو فيها صوصات من جوه وما فيهاش فاكهة برضه ما تقلقيش منها خالص، تقعد في علبتها كده أسبوع في التلاجة ما يحصلهاش أي حاجة. جلست التورتاية بالشكل ده كده، وبالسكرابر بالجزء المشرشر بامشي عليها كده عشان يكون ليها بس شكل حلو كده. بانضّف البورد قبل ما بادخّلها التلاجة علشان يكون برضه شكلها حلو كده، لإن لو دخلت التلاجة والكريمة عليها هتنشف عليها ومش هتعرفي تنضّفيها كويس. هنا كنت باحط الجناش، كنت مستعجلة جدًا وأنا باحط الجناش، الجناش علشان تعمليه ويتضبط معاكِ لازم تسيبيه يهدى شوية، يعني يبقى ممكن دافي بس مش سخن. والكريمة طبعًا يا تكون طالعة من التلاجة، يا تكون إحنا في الجو البرد ده عادي، يعني ممكن تحُطّي عليها على طول الجناش، لكن الجناش يبقى دافي لبارد، ما يبقاش دافي لسُخن، فأنا هنا كنت لسه عاملاه وسُخن، فقُلت أخلّص على طول وأصُبّه، فزي ما أنتم شايفين كده نزل مش مضبوط خالص علشان الاستعجال، لو كنت استنيت عليه بس 5 دقايق لحد ما يهدى، كان طلع شكله مضبوط أكتر بكتير. دلوقتي هاحُط مربى حليب على التورتة الفانيليا، المربى الحليب دي أنا مسيّحاها، حاطة عليها شوية مَيّة وحاطاها في الميكروويف علشان تخِف بس معايا شوية. حطيت من فوق، أنا كنت بصراحة ناوية أحط من فوق بس رجعت كده قُلت أمّا أغطّيها كلّها بالكراميل بيكون شكلها حلو جدًا، وأنا واحدة من الناس باعشق الكراميل وباعشق طعمه، وبالذات اللي هو quality حلو جدًا، جدًا، طعم ولون وكل حاجة. يعني علشان في بنات برضه بتسألني اللون بيفتح معايا لمّا باحط عليها مَيّة وكده، quality لونه حلو جدًا ما بيغيّرش أوي، هو بيفتح شوية، بس ما بيفتحش اللون أوي زي المتحدة. بعد ما خلّصت كده التورتاية، حطيت عليها بقى كده دواير من النوتيلا البيضا، برضه تكون مسيّحاها كده بمعلقة زيت بسيطة، وسايباها تهدى شوية عشان تدّي خطوط ما تنزلش كده تسيح على التورتاية. وبعد كده بعود شيش طاووق عملتها كده رايح جاي زي الشبكة كده، بيكون شكلها حلو، كان شكلها حلو أوي في البوكس بصراحة. قولوا لي برضه رأيكم كده في التعليقات، أنا باحاول أجدد لكم والله علشان تاخدوا أفكار
للبوكسات وكده. هعمل دي نصين، نص كده بالنوتيلا البيضة. بحب التورت بقى لما تكون عروض وكده ما احطش عليها فاكهة من فوق كتير، يعني بقلق من الفاكهة علشان طبعا ما تتبلش او يحصل حاجة لو قعدت او باتت او كده. يعني ممكن كده لو عاملة مثلا 4 5 تورتات اعمل واحدة فيهم كده فاكهة بس. لكن انا المرة دي عملت صوصات بتكون محافظة على التورتة اكتر، وتفضل بقى براحتك ما تقلقيش منها. هنا حطيت برضو مربى حليب مع النوتيلا، بيكون شكلها حلو قوي وطعمها برضو بيكون غني جدا وتحفة. تمام كده. هحط بقى مكسرات محمصة، اهم حاجة بتبان قوي مع التورتاية المكسرات، يعني لو هي طرية او متخزنة او حاجة برضو بتوحش خالص طعم التورتة. مهما كنت بقى مكلفة التورتاية تيجي حاجة زي دي تبوظلك طعمها. فتأكدي ان انت محمصاها كده وطعمها حلو علشان تديكي طعم حلو للتورتة بتاعتك. وحطيت هنا السبرينكلز اللي هو الذهبي الصغير خالص. وهفنش بقى التورت الشوكولاتة. التورتة دي من اكتر التورت زي ما انتوا عارفين بقى بتطلب مني على الجروب، فعلشان كده ده اكتر نوع انا بعمله، اللي متقسمة 8 كده. هنعمل 2 نوتيلا بيضة، واتنين نوتيلا سودا تقريبا، انا مش فاكرة بالظبط والله، الفيديو من زمان وانا لسه بعمله مونتاج دلوقتي. هنشوف دلوقتي حطينا ايه. حطيت هنا مربى الحليب. دي اول تورته بتتاخد على الجروب، يعني اول ما انزل البوكسات كده خلاص اول بوكس بيتحجز معايا هو ده. فعلشان كده قلت بعد كده اعمل التورت الشوكولاته تكون هي الكتير، او بمعنى اصح انا هعمل تورت شوكولاته الا اذا حد طلب مني هو تورت الفانيليا وكده، لانها بتطلع بس بتطلع بصعوبه. حطيت في ربعين كده مكسرات، وحطيت على النوتيلا البيضة ورق دهب علشان ينطق كده، بس مش عارفة الإضاءة مش متظبطة خالص، مش عارفة أظبطها بصراحة. هنا التورته دي كان في عميله كلمتني قبلها بيوم وانا بشتغل كده، قالت لي عندك حاجه فوري؟ قلت لها في فوري بكره ان شاء الله، علشان انا بعمل التورت دي كلها قبلها بيوم. فقلت لها في فوري بكره. فقالت لي طب عايزه تورتايه بس منهم شوكولاته وحطي لي فيها كده رسمتين علشان ولادها حفظوا قران وكده. فقلت لها هي متفنشه خلاص يعتبر. قالت لي طب حطي لي فيهم صورتين كده. فانا طبعت صورتين وحطيتهم، هوريكم برضو الشكل كده في اخر الفيديو ان شاء الله انا عملتها ازاي. هنا القبات اللي عملتها بقى من طبقات الكيك اللي متبقيه. مرضتش بقى اطول الفيديو، هي مجرد الكيك حطيته. بحط طبقه كيك كده وحبه من صوص الفراوله عشان يدوا شكل في الجنب. وبعد كده بحط الكريمه بتاعتي والنوتيلا البيضه. والقبات التانية دي عملتها بالمربى الحليب. برضو حاولت ان انا انوع كده علشان التورته مثلا الشوكولاته يتحط معاها واحد شوكولاته واحد فانيليا، والتورته الكريمه يتحط معاها برضو واحد كده شوكولاته واحد فانيليا. يعني انا بعمل التورته واحط معاها كوبين. حطيت خطوط بقى على مربى الحليب بالشكل ده كده علشان تدي شكل حلو. ده من اكتر الاشكال اللي انا بحبها بصراحه، وطعمه بيكون تحفه، تحفه جدا. يعني بتحسيه خفيف وغني في نفس الوقت، وطعمه ابن ناس قوي كده. برضو بحط عليه رشة مكسرات في الآخر. هحط هنا على النوتيلا روزيتا كده من المربى الحليب، يكون شكلها حلو قوي. وحطيت صوص فراولة على النوتيلا البيضة علشان برضو تكسر اللون كده. برضو الحاجات دي بتخلي البوكسات شيك قوي معاكي، وبتجذب العين كده، بتجذب العملاء. دي التورته انا حطيت عليها كده على الوشين زي ما انتوا شايفين كده، جزء كده امان والجزء التاني ايلين، وكان شكلها حلو وعجبتها الحمد لله. دي التورت الشكل النهائي. وبعد كده حطيتهم في البوكسات. هحط لكم برضو اشكال البوكسات اللي انا حطيتها. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.